السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب، تروحوا تعملوا فولو على التيك توك. ويلا بينا نبدأ ميك اب الجامعة. هنبدأ أول حاجة بالمسكرة. المسكرة حاجة اختيارية. أنا مثلا واحدة رموشي خفيفة خالص، فبحب أحط المسكرة في الأيام اللي أنا بمعنى أصح هاتمرمط فيها. هي في مجهود كبير، يعني هعمل حاجة متعبة وعايزة شكلي يبقى حلو لمدة أطول، فبحط المسكرة اللي معايا ان هي ووتر بروف، بس جميلة جدا وثابتة في الأوقات اللي يعني احنا لازم نحطها، احنا هنتمرمطوا النهاردة. غير كده هي متنفعش يوميا لأن هي ووتر بروف زي ما قلت، وهتوقع رموش. طبعا هنا أنا كنت بوظت، فقلت مش مشكلة هنشيله اللي أنا بوظته في آخر الفيديو. أنا كنت حاطة المرطب، هبتدي ان انا اشيله دلوقتي. تنيت المنديل نصين كده بوريكم، وهبتدي ان انا اشيل اي زوايد من المرطب عشان اعرف احط الروج. طبعا في ناس بتحب تنزل بالمرطب، في ناس بتحب تنزل بالروج. ميك اب الجامعة يا جماعة مش اسطمبة واحدة، مش حاجة واحدة كلنا هنعملها. في ناس بتحب مثلا تحط كونسيلر تداري الهالات، احنا مش هنعمل كده. اللون هتحسوه جامد قوي بس احنا هنخففه. هحط اللون ده، بعد كده هبتدي اشيل اي زوايد فيه بالمنديل. بصوا اللون بيدي لون مط كده عسل قوي. انا مش بفضل صراحه ان انا انزل بيه كده، هقوم اخففه بالروج تاني من ايفر بيوتي اللي هو 3 دي مات. تيجي بقى ان انا اخفف اللون كده عشان يبقى اللون خفيف رايق للكليه. اللون التاني رايق لنزوله بالليل، انما للكليه لا، عايز لون خفيف زي اللي انا مكسته كده، هيبقى جميل قوي في الكليه وهادي كده. يبقى احنا بنحط ماسكارا روج، بعد كده هوريكم بقيه الخطوات. حاجات بسيطه جدا لان احنا رايحين جامعه، زي الدرس بالظبط في ثانويه عامه. اهو ده الروج كنت بوريهولكوا لو عايزين تجيبوه. الدرجة بتاعته تقريبا 224. اهي الدرجة صح، طلعت 224. وهو والدرجة بتاعته اهي من جوه جميلة جدا 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 يعني، وبتريق اصلا من غير ما نمكسها يعني. البالت دي بالت اي شادو، مكنتش بستخدمها لان يعني درجاتها موفي شوية. فبس في درجتين من الموفات اللي تحت انا بستعملهم كبلاشر، كنت انا بتسأل عليه ياما قوي، البلاشر ده منين، البلاشر ده منين؟ اقول لهم يا جماعه ده اي شادو. فلو لا طلعت بقى قلت ده السر بتاعي. الاي شادو انا بحطه كبلاشر. لونه جميل قوي، بحس ان هو رقيق كده وبتسأل دايما عليه من صحابي يعني. فقلت لا اطلع السر بقى، مش مشكله. ابتديت احط كده على خدي بطريقه ان انا برفع بيها الخد، عشان انا عندي خد يعني انا وشي عريض سيكه، فبحب ان انا ارفعه. وهي الباليت مايت سينما. هبتدي بقى الكنز اللي معايا بتاع مايوي. انا محبش حاجات مايوي خالص، مش بتيجي معايا سكه يعني. الا ده جميل جدا. بس انا هعمل هنا حاجه انا ما كنتش لاقيه. عارفين سلكات الودان؟ الزوايد دي لو مسحناها بسلكات الودان هتبقى اسهل جدا وجميله وسهله كده وبتنجز بسرعه. انا ما لقيتش عندي سلكات ودان وقتها، او تقريبا كانت في اوضه تانية غير اللي انا فيها، وانا بصور الصبح قوي فمرضتش اصحي حد يعني. المهم المزيل ده بيشيل بطريقه جميله جدا. انا مبحبش حاجات مميزه زي ما قلت، بس ده جميل قوي. بس حاجه بسيطه خالص، الميك اب رقيق رايق للكليه. ماسكارا وروج وبلاشر بس. بصوا كمان بقى حابه اقول لكم ان لفه الطرحه هتلاقوها في الفيديو ده، روحوا شوفوه هيفيدكم جدا. في 5 لفات طرحه جميله قوي، في منها واحده سواري و3 للكليه وواحده بين البنين. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك، وتعملوا لي كمان فولو على التيك توك. يلا باي باي.